السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد. النهاردة بقى ما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالله عليكم اشتراك ولايك وتعليق جميل كده منكم، وعايزاكم تشجعوني عشان قناتي تكبر بيكم، وكل لما انزل فيديو تتفرجوا عليه. فيديو النهاردة بتاعنا يعني ايه، حاجة جميلة جدا، يعني حاجة بنشتريها برا بتكلفة طبعا غالية، وهنعملها في البيت بتكلفة بسيطة وعلى قد ايدينا كده. يلا بقى ما تنسوش بقى، يلا بقى نبدأ معاكم الفيديو بقى. يلا تشجيعكم بقى ليا ودعمكم ليا، عشان انا بتشجع بكل، وبقول لكم انا بتشجع بيكم جدا، وبيفرحني بقى تعليقاتكم واللايكات بتاعتكم والكومنتات الحلوة بتاعتكم. وبقول لكم انتوا تشجيعكم ده على راسي من فوق. وبصوا، يعني انا لو قعدت اشكر في كل متابعيني مش هوفلكوا حقكم، حق اللي بيتفرج عليا. يلا كده نسمي بالله كده معانا 2 كيلو حليب كده مغلي، والحليب بتاعنا ما شاء الله، شايفين القشطة والحليب بتاعنا جميل ازاي. ومعانا كده مانجا كده مقشرينها كده ومقطعينها قطع بالشكل ده كده اهو. ومعانا كده بقى ايه، بسكوت كده مكسر، يعني البسكوت بتاعنا ومكسرينه، انا بديلكوا الفكرة، واللي عاوز يعمل حاجة يعملها. ومعانا كده بشر، ومعانا كده زبيب اهو زي ما انتوا شايفين اهو. انا بديكوا بقى زي ما انتوا عايزين بقى، اللي عايز يحط المكونات اللي هو عايزها، بس انا يعني ايه. ومعانا الكاستر بتاعنا ده بالشكل ده كده اهو. ومعانا كده فانيليا سايلة عشان تخلي، طبعا الفانيليا السايلة بتدي ريحة وبتبقى حلوة. ومعانا كده كريم شانتيه برضو بالشكل ده كده اهو، مخففاه وجاهز كده. يلا بقى كده قوموا تشجعوا، واعملوا لولادكم بقى حاجة سهلة كده وسريعة بمناسبة الصيف بقى كده. وطبعا الصيف ما بيحلاش يا جماعة الا لما بنعمل حاجة طبعا تكون متشجع كده، تشجع اولادنا وتشجعنا كده في الصيف. اهو معانا كده حطينا كده معلقتين كده من السكر، ودي التالتة اهو، ودي التالتة بقى حطينا كده، ودي الرابعة برضو، حسب بقى ما انتوا بتحبوا، طبعا بتحبوها مسكرة بتحبوها يعني ايه، زي ما انتوا عايزين، ايه اللي ترتاحوا فيه كده يعني ايه تعملوه. حلو الكلام بقى لغاية كده. ومعانا كده برضو معلقتين من، حطينا معلقة كده من الكاستر بتاعنا، ودي التانية برضو زي ما انتوا شايفين كده. لسه بتستني انت وهي ما تقومي تعملي لولادك حاجة كده ترطب عليهم كده في الصيف. اهو كده حطينا كده بقى الكاستر بتاعنا حسب الكمية اللي انت تحتاجيها. انا حطيت 3 معالق كده، وهقلبهم كده في اللبن على البارد لغاية كده كل حاجة معانا سهلة. يلا بقى صلوا على النبي كده وتشجيعكم ليا، وكملوا الفيديو على الاخر، وكملوا الفيديو بقى كده للاخر، عشان فيديوهاتي بقى جميلة جدا كده وتعجبكم وتشجعوا بيها وتقوموا تعملوها، وحاجات سهلة وبسيطة وبتبقى موجودة عندنا. رفعنا كده بقى الحليب بتاعنا كده على النار بعد ما قلبناه على البارد اهو. هنوطي بقى كده النار وهنقلب برضو عشان اللبن بتاعنا كده بقى يسخن اهو. هنقعد بقى نقلب كده لما الخليط بتاعنا، طبعا معانا بالتقليب المستمر زي ما انتوا شايفين كده، لغاية لما القوام بتاعنا بقى كده يبقى يوصل للنتيجة اللي احنا عاوزينها. وكده اهو
دي النتيجة بقى اللي احنا عاوزينها كده. الخليط بتاعنا بدأ يتماسك بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. ده السمك بقى بتاعه كده. انا عن نفسي عاوزاه بالسمك ده. انت بقى تبع ما تحبي بقى تعمليه بالطريقة اللي انت عاوزاها. وهنسيبه بقى يبرد شوية، وهنروح بقى نجهز بقى الخطوات بتاعتنا اللي احنا هنعملها. طبعا الصيف ما بيحلاش بقى يا جماعة الا بالحاجات الساقعة كده، بترطب كده على قلبنا وبتبقى جميلة. ومعانا بقى الكاسات دي بقى كده. هنزين بقى، بصي زي ما تحبي تزيني بقى بالشكل اللي انت عاوزاه. عايزة مثلا تحطي حاجة من عندك، عايزة مثلا تعملي المكونات اهو. نزلنا كده بالكاستر بتاعنا في قاع الكاس بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا كده بقى هنحط طبقة من البسكوت. طبعا الاسعار دلوقتي بقت خيالية. يعني اللي بيشتري طبعا حاجة زي دي دلوقتي بقت بتعدي ال30 وال40 جنيه. احنا هنعمل كمية كبيرة وكلها مش هتتكلف يعني ايه كتير. اهو نزلنا بقى في قاع الكاس بتاعنا بالمهلبية بتاعة الكاستر بتاعتنا، وحطينا كده طبقة من البسكوت، ورجعنا حطينا بقى ايه طبقة كده من المهلبية. وهنحط بقى شرايح المانجا بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. المانجا بتاعتنا طبعا احنا مقشرينها عشان خاطر مختصرة معاكم الوقت. مقطعاها بقى مقشراها ومقطعاها مكعبات. ونزلنا بقى بالكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا حاجة سهلة، بصوا حاجة كده فاخر من الاخر، والطريقة سهلة جدا 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 وما بتاخدش معانا وقت كده خالص اهو. وده الكاس برضو التاني شكل تاني اهو. المتوفر عندكم بقى كاسات كبابي اطباق يعني ايه. المتوفر عندكم طبعا مش هيقول لا. وده بقى كده حطينا بقى مهلبية كده، طبقة كده من المهلبية، وحطينا البشر كده، وحطينا بقى الزبيب برضو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الطريقتين طبعا احسن من بعض. هنعمل بقى كذا طريقة، واللي حابب طريقة برضو يعمل. يلا بقى صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. واللي مشتركش يلا بقى يشترك، وكومنت كده وتعليق. شفتوا الكاسين القمر دول بقى كده اهو. يلا بقى قولولي اللي عجبكم الكاس الاولاني الطريقة الاولانية ولا الطريقة التانية. وقولولي انتوا بتحبوا ايه، وتقولولي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. واكتبولي بقى في التعليقات انتوا بتتابعوني من انهي بلد، ووصفتي عجبتكم ولا لا. وقولولي بقى رأيكم في التعليقات، وصفاتي بتعجبكم. وادي بقى كده الطريقة بتاعتنا اللي احنا عملنا بيها الكاسات بتاعتنا القمر دي اهي. طبعا احنا عملنا الكوبايات البلاستيك اللي هي زي اللي بتشترى من بره دي، وعملنا الكاسات برضو دي اهي. وده الطريقة بقى بتاعتنا. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وتجربوه كده ويعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد، واشوفكم واسيبكم بقى في رعاية الله وامنه. يلا بقى مع السلامة.